وسط الزخم الكروي هذا الأسبوع لا يمكن أن نغفل إنجازا تاريخيا. المنتخب المغربي تحت 17 سنة يتوج بكأس إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوز مثير على مالي بركلات الترجيح. لكن القصة لا تنتهي هنا. المغرب لا يحصد البطولات صدفة، بل يسير على طريق مدروس من المنتخب الأول إلى الأولمبي، مرورا بالشباب والناشئين، وصولا إلى منتخب المحليين. الجميع يحقق الألقاب، جيل يسلم جيل، بخطة واضحة واستمرارية ناجحة. في المقابل هناك من يعتمد فقط على جيل استثنائي يظهر فجأة ثم يختفي. لكن المغرب يبني ويستمر. الرسالة بسيطة: لا يكفي أن نقول لدينا تاريخ، المهم أن نعمل للحاضر ونخطط للمستقبل. تعلم من النموذج المغربي، ادرسه وطبقه وكن أفضل منه إن استطعت.